اول حاجه عايزه اشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا، سواء بعتت لي او كلمتني او كانت بتحاول تكلمني وتوصل لي. وبعتذر جدا جدا لو بعتذر جدا جدا لو ما كنتش قادره ان انا ارد او كده دي طول التعب اللي انا كنت فيه. شكرا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي ولكل حد سأل عليا او حد زارني. شكرا جدا 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 جدا. انا الحمد لله دلوقتي احسن وبتحسن. تاني حاجة عايزة اقولها يمكن اقدر افيد اي حد. انا اللي حصل لي ده حصل لي بسبب حقن التخسيس. ما طولتش فيها خالص، خدت شهر واسبوع تقريبا وبعد كده تعبت جدا 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 ودخلت مستشفى. حصل لي شلل مؤقت في المعدة، أدت إلى إن أنا مش عارفة آكل، مش عارفة أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل. نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده بليز لازم تتابعوا مع دكاترة. لازم تعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا لو جسمكم هيستحمل وهيبقى قابل لده أو لأ. بس كده.